هاي، كنت حابة ان انا اتكلم في موضوع كده بيجي في دماغي من زمان قوي، وهو فكرة ايه؟ وهو فكرة انا ليه ما بتغيرش. انا كل يوم الصبح بقوم بقرر ان انا عاوزة اتغير وما بتغيرش، وبحاول كل محاولاتي اللي في الدنيا وبعمل كل اجتهاداتي اللي في الدنيا وبسعى سعي رهيب في الحياة، بس في النهاية باجي ابص الاقي المحصلة صفر، النتيجة صفر. انا ليه ما بتغيرش؟ فقعدت والله ابص، يعني هو المشكله فينا ولا المشكله في التغيير نفسه ولا المشكله في ايه بالظبط؟ لقيت ان احنا كبني ادمين ما عندناش وعي باحتياجاتنا. يعني ايه ما عندناش وعي باحتياجاتنا؟ يعني ان انا عايزه اتغير النهارده لازم ان انا اكون فاهم الاحتياجات الانسانيه عموما، ان انا انا واقف لحد فين ومحتاج اتغير في ايه. بمعنى ان انا محتاج ان انا مثلا في 2025 محتاج ان انا اعمل 1 2 3 في حاجه معينه، وان انا ابدا اطور من نفسي فيها. فابدا ان انا اخد مثلا ان انا مثلا هقسم حياتي ستيبس، ان انا مثلا عندي ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3. فانا دلوقتي في عايزه اطلع لستيب 4، وانا 2 عندي اصلا مش موجوده. هقول لكم بالظبط زي فكره ايه. عارفين فكره هرم ماسلو؟ لو حد يعرف عنه، لو انا ممكن اجيب صوره ليه هنا كده ابين لكم بس هو الفكره. هرم ماسلو ده كان بيتكون من ايه؟ كان بيتكون من 5 حاجات. ال5 حاجات دول هم ايه؟ هو كان مثلث كده، ومن تحت لفوق، ان احنا بنطلع من تحت لفوق. اول حاجه فيه تحت اللي هي كانت الاحتياجات الماديه. يعني احتياجات ماديه يعني اكل شرب نوم، كل الحاجات دي، يعني سكن، اكل مأكل ملبس مشرب، اللي هي الحاجات الانسانيه الطبيعيه، اللي هو الف ب، الف ب انسانيه يعني. تاني حاجة كان اللي هو الاحتياجات الأمان، اللي هو الأمان الجسدي، الأمان العاطفي، الأمان الوجداني، الأمان اللي هو الأمان الحقيقي، يعني كل أنواع الأمان. تالت حاجة اللي هي الاجتماعيات، اللي هي عبارة عن الصداقة، عن الحب، عن العلاقات العمومية في الحياة، اللي هو الانتماء، إن أنت بتنتمي للعيلة دي، بتنتمي للصحاب دول، بتنتمي للمدرسة دي، اللي هو كل الكلام ده. رابع حاجة كانت الحاجة للتقدير، إن أنت محتاج إن أنت تتقدر في حياتك، تحس إن أنت حد بيعمل حاجة كويسة، تحس إن أنت بني آدم يعني بتعمل حاجة كويس. خامس حاجة كانت اللي هي تعزيز الذات. تعزيز الذات دي اللي هو بتطور من نفسك، وبتبدأ ان انت يبقى عندك حاجات كويسة قوي بتقدر ان انت تطور من نفسك. فانا حاليا عايز اوصل لفكرة ان انا يكون عندي اللي هو فكرة تعزيز الذات. انا دلوقتي عندي مهارة معينة محتاج ان انا اوصل لها. انا محتاج دلوقتي ان انا مثلا بعمل حاجة، اعمل حاجة خطيرة جدا فاوصل لحاجة كبيرة، فاجي ابص فلاقي اصلا ان انا احساس السيفتي او احتياج السيفتي مش موجود عندي. يعني انا مش حاسس بامان، مش حاسس بامان عاطفي خالص في حياتي. بلاش امان جسدي، يعني اللي هو فكره الامان اللي هو مثلا في حروب او في حاجه، لكن مادام الامر مستقر وان الدوله زي الفل، يعني ربنا يديمها زي الفل، وان مفيش حرب ومفيش اي حاجه، بس انا من جوايا مش مستقر. انا من جوايا حاسس ان انا طول الوقت قلقان، طول الوقت ان انا خايف، طول الوقت ما عنديش احساس الامان ده. فابدا ان انا طول ما انا ما عنديش احساس الامان ده، انا عاوزه اوصل لتعزيز الذات ازاي بجد؟ يعني انا دلوقتي مش مطمن. فابدا ان انا دلوقتي اشوف احتياجاتي، ابدا ان انا اعرف انا واقف فين علشان احقق. يعني انا كل يوم بقول ان انا عايزه اقوم اكسر الدنيا وما بكسرش الدنيا، وده كان الخطوات اللي احنا عايزين نمشي عليها، والاحلام بتاعت 2022 و23 و24، وجت 25 وعدى سنين كتير قوي احنا مش عارفين ليه. لان احنا ما قعدناش قعده حقيقيه مع نفسنا، شفنا احنا مشكلتنا في ايه ومحتاجه ايه واحنا احتياجاتنا ايه. يعني انا دلوقتي الاحتياجات الماديه دي زي الفل، احتياجات الامان دي زي الفل، محتاجه اشتغل على الاحتياجات الاجتماعيه، ان انا يكون عندي انتماء لحاجه معينه. لان طول ما انا مش منتمي، يعني ايه مش منتمي؟ يعني انا فكره ان انا دلوقتي حاسس بالعزله، حاسس ان انا ما بنتميش لاصحابي، حاسس ان انا ما بنتميش لقرايبي، لاي حد. طول الوقت احس ان انا في حاجه كده معينه بتحسسني ان انا ناقص، او مش ناقص اللي هو شتيمة، انا هو عندي نقصان في حاجة معينة وعندي فقدان في حاجة معينة. فطول ما انا حاسس ان انا عندي فقدان في الحاجة المعينة دي، انا مش هوصل للتقدير. يعني مفيش فين الناس اصلا اللي هيقدروني؟ ما هم الناس دي الاجتماعيات، العلاقات الاجتماعية، صحابي، حبيبي، بيتي، اهلي، كل الناس دي. فاصبح ان انا دلوقتي اشتغل كويس جدا على الاحتياج بتاع الاجتماعيات. فاصبح ان انا عندي احتياج جسدي كويس، اللي هي الحاجات المادية، والحاجات النفسية اللي هي السيفتي، وبعدين الاحتياجات الاجتماعية. فاصبح ان انا عندي ال3 حاجات دول من الاحتياجات الانسانية. فبقى عندي حاجتين 2 بس محتاجين ان احنا نشتغل عليهم، فتلاقي الامور اتسهلت. طول ما انا عارف انا مشكلتي في ايه،
هبقى انا عارف انا هتغير ازاي. لكن كل يوم انا هقوم انا هكسر الدنيا، انا هعمل اللي ما حصلش، انا هبقى حد جامد قوي، انا هموت الناس كلها وهبقى انا الوحيد اللي عايش، وكل الحاجات دي ما بتحصلش. ليه؟ لان احنا ما بنقعدش قاعده مع نفسنا نفهم فيها. لكن طول ما انا مش فاهم نفسي ومش فاهم انا عاوز ايه ومش فاهم الدنيا ماشيه فين او انا رايح فين او انا جاي منين، انا رايح فين، انا راجع تاني انا مش ندمان، لا بتبقى ندمان على فكره وبتموت نفسك من ندم. بس احنا محتاجين شويه awareness انه احنا نقدر ان احنا نشوف احنا واصلين لفين او احنا عايزين نبقى ايه، ونبدأ نجيب ورقة وقلم كده ونشوف الدنيا معانا واصلة لفين. لو احنا عرفنا ان احنا نحسس على احتياجاتنا وامكانياتنا، يعني احنا عندنا ايه وعايزين نوصل لايه، هنعرف نوصل لاي حاجة احنا عاوزينها. لكن طول ما احنا تايهين وما احناش عارفين احنا نملك ايه او ان احنا عاوزين نوصل لايه، هنفضل في نفس الدايرة وفتوها، وهيجي علينا 2030 واحنا لسه محققناش اهداف 2022. فانا اتمنى ان كل الناس تبدأ ان هي تستبصر في حياتها وتبدأ ان هي تاخد الفكرة كده وتعرف هي ليه ما بتتغيرش، هي ليه ما بتغيرش حياتها، عشان هي مش فاهمة نفسها. فاول ما تبدأ ان هي تفهم نفسها هتبدأ ان هو تاخد one step دي اللي هتوصلك للطريق اللي انت عاوزه. كمان فكرة المقارنات، فكرة ان انا قاعد دلوقتي ما اناش عارف نفسي ومش فاهم انا فين او انا بعمل ايه او انا مين، وقاعد ان انا طول الوقت قاعد بشوف واحدة بشوف الناس اللي قدي والناس اللي في دفعتي والناس اللي كانوا معايا وهم بيوصلوا في حياتهم، وقاعد بقى عمال ايه اشمعنى انا، واجلد في نفسي وابوظ الدنيا واقول ازاي انا ما وصلتش زيهم وليه هم وصلوا وانا ما وصلتش وكل الكلام ده. فكرة ان في النهاية ده مش هيوصلنا لاي حاجة غير ان احنا قاعدين بنندب حظنا وعمالين نبص على الناس ومن غير ما نفهم الناس دي اصلا بيعملوا ايه او ايه اللي حصل او كل الكلام ده. انت محتاج ان انت تركز على نفسك كويس قوي، محتاج ان انت تبص على نفسك كويس قوي. فكرة ان احنا نبص على الناس دي عموما، حتى لو انت نجحت مش محتاج خالص ان انت تبص على الناس، انت مش محتاج ابدا ان انت تبص عليهم، لانه طول ما انت بتبص ده بيعطلك. يعني كان في قصة كده كان بيقول حد كان بيحكي لي، بيقول انت عارفه ليه الغزاله مع ان رقبتها طويله وسريعه جدا وحاجه جميله تحفه قوي الاسود بياكلوها؟ انا قلت له يعني عشان الاسود بيقدروا عليها، يعني اللي هو دي حاجه عاديه جدا. قال لي لا، علشان الغزاله بتكون بتجري بسرعه عاليه جدا، الاسد ما يقدرش يوصل لها، بس ما بوصل لهاش الا لو هي بصت وراها. فحضرتك لو بصيت في حياة الآخرين أو إن أنت مركزتش في حياتك عموما، هتلاقي نفسك طول الوقت بتتاكل من الآخر، بتتاكل من الزمن، بتلاقي السنين كلها عدت وانت لسه واقف مكانك، بتتاكل من الناس، كل الناس بتصاحب ناس غيرك، بتلاقي نفسك لوحدك، بتتاكل من أي حاجة في الحياة عموما يعني. فلا، ما تبصش كده وما تبصش للناس عموما وما تقارنش نفسك بحد وما تقارنش نفسك غير بنفسك انت امبارح، وتحسن من نفسك وتتطلع ان يكون احسن بكره من النهارده بس. فالمقارنات ما هي الا فشل ومن اكتر الحاجات النقمه اللي ممكن انسان يبص عليها في حياته. في النهايه انا حابه اقول لك ثانك يو ان انت وصلت لحد هنا. انت بالنسبه لي كده حد عظيم جدا وانا بحبك، وانت بالنسبه لي حد انا بحبه جدا، فخلاص يعني انت وصلت لمكان كبير. واتمنى ان انت السنه الجايه تكون كل اهدافك متحققه، ويا رب يا رب يكتر من امثالك يا عمي اللي واقع تسمع الفيديو عشان تغير نفسك.